تفتكروا بقى ليه شهر رمضان اسمه رمضان؟ على فكرة بقى شهر رمضان كان اسمه كده من قبل دخول الإسلام، وكلمة رمضان جت من أصل كلمة رمض، يعني شدة الحر. والعرب زمان لما جم يسموا الشهور فسموها بالأزمنة وأحوال الطقس. يعني مثلا الموسم اللي بيبقى فيه شوية ندى بسيط كده وشوية مطر فكانوا بيقولوا عليه الربيع، والموسم اللي قبل الخريف بيبقى حر شويتين فكانوا بيقولوا عليه رمض أو رمضان. ويقال إن اسم رمضان كان قبل دخول الإسلام، واللي سماه واحد من قريش كان اسمه كلاب بن مرة. ولأن العرب كانوا بيمرضون الأسلحة، يعني بيحشدوها وبيجهزوها علشان يبدأوا الحرب في أول شوال قبل الأشهر الحرم. ولأن رمضان من الأشهر اللي بيعيش فيها الإنسان شدة الجوع والعطش والحرارة كمان، فبعد دخول الإسلام أصبح ركن من أركان الإسلام اللي الإنسان فيها بيحس بالفقير ومعاناته من جوع وعطش وشدة حرارة كمان. وده لأن الصايم بيبقى عنده معاناة مع جفاف حلقه وشدة الجوع والعطش، ودي أكتر حاجة ممكن نحس بالفقير فيها لأنه بيعاني من الجوع ومش لاقي قوته اللي يسد جوعه. وده أكتر وقت ممكن نحس بالفقير فيه. عرفتوا بقى كلمة رمضان يعني إيه؟ وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.